السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة زيكو شو. دلوقتي هنتفرج على ملخص مباراة مانشستر سيتي وأشبيليا في كأس السوبر الأوروبي. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك والمتابعة والاشتراك في القناة. يلا نتفرج على الملخص ونشوف في الفريق مين اللي كان أحسن ومين اللي كان ضاغط ومين اللي كسب. يلا بينا. هذه المباراة بين بطلية تشامبيونز ليج كما نشاهد مانشستر سيتي وأيضا يوروبا ليج من جانب آخر إشبيليا بلونه الأحمر يترقب معكم بعد قليل ركلة البداية لهذه المباراة في ملعب جورجيوس كاريسكاكيس في اليونان، حيث تنطلق هذه المباراة مع التذكير بأن مانشستر سيتي لم يخسر في آخر 13 مباراة له في جميع المسابقات على المستوى الأوروبي. فاز في 8 مباريات، تعادل في 5، من أطول حصيلة له على الإطلاق في المستوى الأوروبي. دعونا الآن ننتقل إلى ملعب المباراة، نتابع معكم دخول لاعبي الفريقين مانشستر سيتي وإشبيليا لهذه المواجهة على كأس السوبر الأوروبية بين الفريقين. إشبيليا في أولى اللقطات وفي أولى الكرة لإشبيليا خطيرة رأسية. نصيري في كرة. إشبيليا يضغط منذ البداية، إشبيليا يحاول منذ البداية. بالمر عند كرة ما زال بالمر والتسديدة تأتي، ولكن هناك ياسين، هناك بونو، هناك معشوق جماهير إشبيليا. الأسد، أسد الأطلس ما زال متألق. كرة خطيرة تأتي عن طريق النرويجي، يبحث عن هدف أول، يبحث عن وصل أول، يبحث عن استمرارية التألق بعدما سجل هدفين في افتتاحية البريمير ليج. في عرضية ترسل عالية خطيرة للسيتي راسية، ولكن هناك ياسين، هناك بونو، نعم هناك بونو، هناك الانجليزي من جانب بالمر، بينما هنا ياسين بونو في التصدي والتصويبة تأتي، ولكن إلى خارج الملعب. تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق إشبيليا. ركلة مرمى السيتي في اللقطة الماضية، لكن بونو في التصدي وفي الابعاد حولها الى خارج الملعب لتعود الى ركلة ركنية لمصلحة ركنية تنفذ. كرة تصل عالية راسية تحضر النار، بعد ذلك فرصة لعب الكرة العرضية ترسل عالية. النصيري ارتقى، الله الله الله، أسد الأطلس يسار في بلاد الإغريق. أسد الأطلس، نعم هنا يسار في بلاد الإغريق. مهما كانت أحوالكم لا تنسوا أن لديكم يوسف، مهما كانت الفوارق يا بيبي غوارديولا سينتصر لهم يوسف نصيري. ها هو يفعل بارتقاء العالي العالي العالي، على العادة على العادة، على ميعاد، نعم على ميعاد. يوسف كان مع الشباك على ميعاد بعد ارتقاء عالي وراسية وكأنها بالقدم. هذه كراته، هذه لعباته. السيتي الآن يضغط، السيتي يحاول، لكن هناك سيتي، هنا جريليش يرسل كرة ساقطة تأتي، ولكن عند كرة نافاس يبحث عن يوسف، يبحث عن بونو، هنا فودن والتسديدة تأتي، ولكنها صدمت في حائط الصد لتعود مرة أخرى مع إصابة تحدث. ترسل داخل منطقة الجزاء راسية تحضر وتصل الكرة من الطرف الأيمن، محاولة توريس والعرضية خطيرة تأتي. لاميلا كاد أن يفعلها وكاد أن يؤمن النتيجة الأرجنتيني في كرة. هنا الأندلسية ممتازة جميلة رائعة. الملعب نقلة من جانب رودري بينية، لكن هناك ماذا؟ هناك خطأ وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء. رودري ما زال، رودري والنقلة، ولكن حتى هنا في محاولة كانجي ممتازة، فرصة تأتي للسيتي من أجل التعادل، ولكن عرضية إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة ركنية. ممتازة كرة بالمر بالمناسبة آخر في بينية. يا سلام الله على كرة جميلة. جاء جريليش يحاول، جريليش ما زال، جريليش والعرضية خارج الملعب، لم يصل إليها لا كوفازيتش ولا بالمر لتواصل طريقها إلى خارج. رودري صدمت في راكيتيس، الكرة عالية، يبحثون عن نصيري، يبحث قدم في اليمين. هنا لدينا تمريرة عرضية تاتي في كرة تمهيد، عرضية الآن ترسل تاتي، كامبوس راح، عرضية يوسف نصيري، جول. الله، ما زالت قائمة لفريق إشبيليا، ضاعت
عددية ممتازة إلى يوسف. نصيري راح، نصيري ما زال نصيري والتسديدة ولكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. نصيري أراد أن يكرر ما فعله في سيديرسون يا جوردن والتسديدة تأتي مباغتة نعم قوية نعم، لكن حارس المرمى إيدرسون قال أيضا أنا موجود. نشيط وكامبوس عنده كرة وكامبوس والعرضية يعني هي لاهي بتسديدة ولاهي بعرض. الفرصة لإشبيليا، نصيري عنده كرة يوسف، نصيري راح، ليس هناك تسلل. يوسف من اليسار يرسل كرة عالية خطيرة تاتي لابد من عودة، فنحن السيتي هكذا قالها بالمر، نعم هكذا قالها بالمر، لابد من عودة، فنحن السيتي نعم نحن أبطال أوروبا ونحن الفريق الأفضل. لكن عينك 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 على من؟ عينك على من؟ عينك على رودري. ألم أقل بأنه المركز لهذا الفريق؟ بص إلى يوسف، نصيري جول، نصيري جول، نصيري جول. يا يوسف، اوه يا يوسف، يوسف نصيري في كرة من أجل الثاني، في ثاني كرة ترسل عالية راسية أكانجي. كده أخبارنا خلصت، أشوفكم في حلقة جديدة وملخص جديد وأخبار جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.